السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله باذن الله. فيديو جديد، حلقه جديده، موضوع جديد. ما تزابيوش الاخوان، لاول مره غادي تشوف الحلقه ما عليك الا دير سبسكرايب لايك ودير بارطاج باش توصلك الجديد ان شاء الله باذن الله، والقناه تزيد تزدهر يوم على يوم. وشكرا لكم على التفاعل، ما نطولش عليكم، خليكم على الانترو. سوسلكس موروكو. اليوم غادي نهضروا على شخصيه مغربيه عالميه. بزاف من الناس في المغرب ما كيعرفوش هاد الشخصيه هادي وما كيعرفوش القصه كامله ديالها. المهدي المجرى، الرجل الذي عاش في المغرب ثم في فرنسا ثم في امريكا وحتى اليابان، وتنبأ بالمستقبل قبل الكثير من الناس. ولكن في هذه الحلقة سوف نكتشف جميعا حياة وأفكار وإنجاز هذه النابغة، وكذلك كيف تمكن أن يترك بصمته الكبيرة في العالم. إذا غنبداو دابا بالطفولة والمعرفة. يعني الطفولة، مهدي المجرى تزاد في الرباط، تزاد سنة 1933 وسط عائلة يعني مهتمة بالقراية وبالعلم وبالثقافة، وهو من صغرو كان عز عليه يقرا ومهتم بالثقافة بزاف. بدا الدراسات ديالو في المغرب ابتدائية ومشى لفرنسا باش يكمل يعني ثانوي تما. ولكن الحلم ديالو موقفش هنايا، كان كيحلم ومشى لأمريكا باش يكمل قرايته في الجامعات، من بينها جامعة كورنل، وخدا الدبلوم ديالو كذلك في هارفارد، وتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد. في ذاك الوقت كتاخذ دبلومات من أرقى الجامعات في العالم. دابا غندوزو للمسار الأكاديمي ديال مهدي المجرى. مهدي المجرى من بعد ما سالا القراية ديالو أولا التخرج ديالو في الجامعات في أمريكا، بدا الخدمة ديالو كأول خدمة خدمها في اليونسكو كخبير، ماشي كعامل ولكن كخبير. كان أول مغربي اللي غيدخل يعني في هذا المجال بقوة في النظام العالمي. ولكن المسار الأكاديمي ديالو ما وقفش هنايا، يعني في اليونسكو مشى دار أستاذ محاضر في جامعات عالمية في أمريكان وفي اليابان، خصوصا في اليابان. أستاذ محاضر كيدير محاضرات على التنمية والمستقبل، السياسة العالمية. المنجرة كان ماشي أكاديمي، كان مفكر كيحاول يشوف كيفاش كيتغير العالم وشكون اللي كيتحكم فيه. مهدي المجرى ما كانش غير أكاديمي وصافي، ولكن كان مفكر وكان كيحاول يشوف كيفاش كيتغير العالم وشكون اللي كان كيتحكم فيه. دابا غادي نهضروا كما قلنا قبيله، كان أستاذ يعني حضر المؤتمرات خصوصا في اليابان، وتما فين دوز فترة طويلة في حياته. يعني كانت محطة مهمة من حياة يعني مهدي المجرى في حياته، عاش فيها بزاف وشاف أن دولة من بعد الحرب العالمية الثانية ناضت بواحد السرعة. يعني ناضت صراحة الله، كنعرفوا اليابان شنو وقع فيها من بعد الحرب العالمية الثانية، تمحات يعني الزيرو، ولكن ناضت بقوة. يعني بحال قلتي كان عندنا بحال الاكتفاء الذاتي، فهمتي؟ يعني خدمت راسها براسها وناضت ولات من الاقتصاد من اقوى الاقتصاد العالمي. مهدي المجرى كان عزيز عليه الالتزام والنظام ويعني وحب العمل اللي كان عند اليابانيين، وكان كيقارنوا مع الدول العربية اللي مازال كيقلبوا يعني ومازال ما لقاوش الطريق الصحيح باش يتطوروا ويطوروا من الدول ديالهم. تنبؤات والافكار. مهدي المجرى كتب بزاف ديال الكتب، من بينها يعني الاهانه في عهد الميغا امبرياليه والحرب الحضاريه الاولى. ومنها يعني كاين بزاف ديال الكتب اللي غادي تشوفوهم في الشاشه، غادي نعطيكم مقتطفات او لا صور ديال كتب اللي الف او لا كتب مهدي المجرى.
كان كيهضر على ازمات القيم ويعني وتصادم الحضارات ورجوع اسيا بقوه كذلك وهيمنه الغرب، يعني دوميناسيون ديال الغرب. كانوا مسيطرين بزاف على الدول العربيه، وكان كيبان ليه هو المعرفه والعلم هو السلاح الوحيد والحقيقي اللي غادي يقدر يخلي الشعوب العربيه انهم يتفوقوا على هاد يعني هاد المشاكل اللي كاينه. وبزاف من الافكار ديالو اللي تحققوا حاليا، يعني كنشوفهم في اليوم الحالي. يعني نقدر نعطيكم امثله من بينهم الصراع بين الغرب والشرق، كانت نبأها شحال هادي، والازمات الاقتصاديه اللي دازوا او اللي باقيين كيدوزوا هو تنبأ بهم شحال هادي، فهمتيني؟ يعني كنعرف هادشي منذ زمان. هو ماشي شواف، ماشي عراف، ماشي كاهن، ولكن هو علم كيتقرا، هو علم التنبؤ كيتقرا. راه ماشي شرك بالله، ما كيقولش لك هو انه كيعلم الغيب، لا ماشي الغيبيات، ولكن التنبؤ، علم التنبؤ. غنهضر دابا على المواقف السياسيه والشخصيه ديال المهدي المنتظر. هو كان معروف بواحد الشخصيه قويه ديالو، ما كانش كيبغي يخدم عند شي واحد، علاش؟ باش ما يكبحش فيه ديك الحريه الشخصيه ديالو، داك التعبير ديال هذيك الشخصيه ديال المهدي المنتظر. يعني كان كيبغي يكون حر بالافكار ديالو وما كيبغيش تفرض عليه، يعني داكشي انت اللي بغيتي يقوله هو. ومهدي المنتظر كان ضد الاستعمار والتبعيه، وكان كينتقد الدول العربيه اللي ما كتعطيش قيمه للعلم والشباب والتعبير اللي خصهم يكونوا في الشباب ديالنا. يعني التعبير وحريه التعبير كنهضروا ديما في حدود يعني الاحترام، وما تفوتش الحدود ديالك. هو كان ضد هذا الشيء هو، وهذا الشيء اللي خلاه انه يرفض بزاف ديال يعني لي بوست، يعني بزاف ديال الخدامي الرسميه باش ما يكمحوش فيه الحريه وديك يبقى حر في الكلمه ديالو. وكان مثقف مزعج بالنسبه لشي ناس، ولكن صريح ديريكت، خرج فك، ما كاينش تخرشيش، واضح، ما كيخافش يقول الحقيقه. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، واخا ما تطرقتش لبزاف ديال النقط، لانه الا جينا نهضروا على هاد الشخصيه البارزه صراحه الله ما غاديش تكفيني ساعه او ساعتين، لانه حاولت نطالع على كتب، حاولت نطالع على بعض يعني المؤلفات ديالو، حاولت نطالع على افكار ديالو، على بزاف ديال يعني التنبؤات. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يعني يتخذوا بعين الاعتبار. وحاجه اخرى اللي بغيت نقولها لكم ونشير لها هو انه الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه ويجدد عليه الرحمات. الا كنتوا الاخوان باقين او لا عندكم شي معلومات تقدروا تفيدونا بها اللي ما قدرتش نطرق لهم انا في هذا الفيديو هذه، ما عليك الا تخليها لنا في التعليقات. واذا بغيتوا شي شخصيه اخرى في البلاي ليست ديال الشخصيات اللي غنهضروا عليها المغربيه، سواء في النظام العسكري، في النظام السياسي، في النظام الثقافي، في النظام الرياضي، او لا في المجال يعني اون جينيرال المقاومه، ولا يعني كل ما يتعلق بالمغرب، ما عليكم الا تخلوا لي في التعليق ديالكم شنو هما الشخصيات اللي تبغوا نهضروا عليها. وكذلك واش المحتوى عاجبكم اننا يعني نديروا واحد البلاي ليست نهضروا على شخصيات، نهضروا على مدن، نهضروا على انبياء دازوا في المغرب كذلك، علاش لا؟ لانه كاين انبياء دازوا عندنا في المغرب. اي سيدي، دونك ما نحرقش المراحل الاخوان. كنشكركم على التفاعل ديالكم، شكر جزيل، ونخليكم الاخوان ما تزابيوش. شكرا لكم وتحياتي لكم، اخوكم سفيان، احبكم في الله.